السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حبايب قلبي، كل سنة وانتم طيبين. اخباركم ايه؟ ينعاد علينا وعليكم وعلى المسلمين جميعا الايام بخير ان شاء الله. النهارده كده يا حبايب قلبي، يلا كده هنعمل مع بعض احلى طبق فول. هيبقى كده زبدة ان شاء الله، حاجة كده كهرمان كهرمان كهرمان. مش هتنسيه ومش هتغيري الطريقة دي، ولا أي مواد حافظة، ولا ألوان صناعية، حاجة كده، ولا بيكنج باودر ولا بيكنج صودا. حاجة كده رباني، هيبقى زبدة معانا. كمية اللي تناسبك واللي تحتاجيها لبيتك. نص كيلو، كيلو، 2 كيلو، كيلو ونص، حسب احتياجك. احنا هنسوي الكمية كلها كده مع بعض كده مرة واحدة، تقضينا الشهر كله. غسلناه 3 4 مرات كويس جدا جدا تحت الحنفية، ونقعته كده في مية سخنة من بالليل للصبح، او من الصبح لبالليل، حسب ظروف وضعك او ظروف شغلك او الظروف اللي تناسبك. اهم حاجه يا حبايب قلبي ان احنا نجيب الحله تكون واسعه جدا. نكبر الحله تبقى ضعف الكميه اللي احنا هنعملها، يعني نصها كده يبقى فاضي عشان يستوي معايا وياخد حريته، ويبقى زبده معايا كده. الاضافات ديت يا حبيب قلبي ما تقلقوش منها ابدا ابدا، لا هتغير ريحه ولا هتغير طعم ولا هتغير لون. بالعكس كلها فوايد، ولا هتبان ابدا، ولا حد هيشوف العدس ولا حد هيشوف الجزر. حاجه كده خطيره خطيره خطيره. بشرت كذا جزرتين كبار. حطيت ربع كيلو من الفلفل، من العدس، معلقه نص معلقه من الكركم، معلقه كبيره من البابريكا، 2 طماطم او قوطه كده قطعتهم. بس يا ريت انت تبشريهم، لان الفول اللهم بارك استوى قبل الطماطم معايا. وحطيت نص كوبايه من الرز، ما ظهرتش معايا في التصوير يا حبايبي. اللهم بارك. خلت القوام بتاعه، ولا نحتاج بقى نشا ولا صلصه ولا الكلام ده كله. اول ما غلي معايا كده، حطيت الغطا بيورب كده شويه لحد ما الميه تقصر معايا. ويا ريت لو احتاجنا الميه اللي نضيفها في الاول تكون مغليه. واي اضافه لو الميه قصرت معايا، اخليها تبقى ميه مغليه، ما نضيفش ميه ساقعه ابدا، عشان القشره تدوب معايا وتبقى زبده كده زي ما انتم شايفين كده. والله النتيجه ديت بعد نص ساعه بالظبط. اللهم بارك من الغليان. لقيت انا طبعا في الوقت ده كده الفول استوى معايا بقى زبده، والطماطم او القوطه قطع زي ما انتم شايفينها زي ما انا حطيتها كده. الفول استوى قبل الطماطم، طلعتها هرستها كويس جدا جدا كده، وبعدين ضفتها لي تاني. قلت بقى لما يستوي كده براحته، اخد كده اعمل شويه سلطه طحينه طازه فريش معايا كده. كان عندي 8 كيلو من الفلفل، من السمسم، حمصته كده يا دوبك طلعته منه الرطوبه، مش بنحمصه ولا بنحمره. وقد الكميه كده برضو دقيق، طلعته منه الرطوبه وسخن معايا كده يا دوبك ايدي يلسع ايدي كده، اشيله خالص من على النار. وذره ملح، وضربتهم كده في الكبه في السمسم، وبعدين ضفتهم في الخلاط مع الدقيق وذره الملح، ونص كوبايه من الزيت، وضربتهم بقى معايا احلى سلطه طحينه هنعملها معانا طول الشهر. جميله جدا جدا. رجعت تاني للفول يا حبايب قلبي، واديله تقليبه كده من وقت للتاني، وما سيبوش مكشوف كتير، ولا هتقلقي خالص والله، ما هيتأكسد ولا هيسمر اللون معايا، زي ما حطيته زي ما عبيته كده. حاجة تشهي. انا كده جيت ابص عليه تاني اهوت، كان كده بالظبط معايا. بقاله يعني زي ساعة كده على النار. والفول بقى زبدة اللهم بارك، ولا كل حاجة فيه دابت. لا عاد باين آثار لا الجزر ولا العدس ولا الرز ولا حاجة أبدا. وشايفين القوام بتاعه يا حبايبي، لافف خطير، تحفة تحفة تحفة. واللون كهرمان، والقشرة زبدة، والفولة دايبة دوب كده. هسيبه كمان معايا كده نص ساعة، عشان بس المية تقصر معايا شوية. واهم حاجه كده ان احنا نحبك الغطا، نخليه زي حله الضغط كده، ما يبقاش فيه اي فتحات. والنار تبقى سهاري كده، ياخد وقت يا حبايب قلبي. اخد معايا من ساعه الا ربع، من ساعه وربع لساعه ونص بالظبط. كان معايا زبده، إن ما كانش اقل. اللهم بارك بالشكل ده. شايفين يا حبايب قلبي؟ لون ولا لون الوش غمق ولا اسود ولا اي حاجه ابدا ابدا. هنجهز مع بعض كده طبق تحفه تحفه تحفه. انا بصراحه بحبه كده بدون هرس. بس هنا الاطفال اللهم اهديهم واصلح حالهم، لازم يكون مضروب تماما تماما. هنجهز طبق كده مع بعض. شويه ملح، شويه كمون، شويه شطه اللي بيحبوا سبايسي. تحفة يا حبايب قلبي، اللهم بارك خطير. يا سلام بقى كده لو حتة مكعب زبدة فلاحي كده، أو شوية زيت حار، أو شوية زيت زيتون، شوية زيت نباتي يكون طعمه حلو وريحته حلوة. عصرة ليمون، اللهم بارك. يعني المتاح عندك بقى وحسب ما بتحبيه. مع شوية سلطة طحينة من الفريش الطازة اللي ريحتهم تحفة، وضامنينهم كده وواثقين فيهم.
نضافة وحاجة كده فاخر من الآخر، حاجة كهرمان، اللهم بارك تفتح النفس وتسد معاكِ كده طول اليوم. أنا أهو يا حبايب قلبي طلّعت القشر، باقول لكم إن أنا الفول استوى قبل قشر الليمون معايا. أنا هنا طبعًا عشان هنا بيحبوه مضروب تمامًا، لو في أي آثار واضحة فيه الأولاد الله يصلح حالهم ما بياكلوهوش أبدًا، فباضربه لهم كده بالهاند بلندر تمامًا بالشكل ده يا حبايب قلبي. وبعد ما ضربنا كل الكمية بنسيبه يهدى بقى معانا كده تمامًا، ونكون مجهزين بقى ونعمل شغل عربيات بقى فول والكلام ده بقى كده. جايبين الأكياس اللي زي بتاعة العربية الفول برضه بالشكل ده، وهنعبيه فيها. أنا عبيت كمية وهاوريكم برضه عبينا مع بعض إزاي. تجيبي بولة، تجيبي دورق، تجيبي شفشق، تجيبي كوباية، أي حاجة تحطي فيها الكيس عشان تقدري تتحكمي فيه ما يقعش ولا يبهدل الدنيا معاكِ. وتحطي الكمية بقى اللي تناسبِك حسب عدد أفراد أسرتِك، أو حسب احتياجِك، أو حسب العدد اللي بياكل الفول. ونربطه بالشكل ده كويس جدًا يا حبايب قلبي، ونعبيه بقى كده اللهم بارك في درج كده في الفريزر، هتسحبي منه طول الشهر مع شوية سلطة طحينة، حاجة كده تشهي. إن شاء الله تجربيه بطريقتي، وما تنسينيش من دعوة حلوة لأول مرة تشوفيني، يا ريت تشتركي في القناة وتدعميني باللايك يا حبايب قلبي. اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. إن شاء الله إن شاء الله تجربوه وتقولوا رأيكم كده في الكومنتات. تحفة يا حبايب قلبي. يا ريت يا ريت تجهزوه بالجمال والروعة ده، كهرمان مش هتغيروا الطريقة، خطير صحي بدون أي إضافات غير صحية، روعة جدا جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطير يا حبايب قلبي. ما تنسونيش من دعوة حلوة والاشتراك وكومنت حلو من قلوبكم الطيبة كده، يا ريت يشجعني